الله يخرب بيت المواعين على بيت كل حاجه. في ايه ماله ده؟ لا مادام قال مرتين يبقى توأم بقى. في ايه يا زفت عامل دوشه ليه؟ ضرسي وجعني يا امي مش قادر. وهو كل اللي ضرسه وجعه بيعمل زيك كده؟ قوم يلا عشان نروح للدكتور. ايه؟ لا انا كويس في تحسن اهو. لا ما واضح ان انت كويس فعلا. قوم البس يلا على ما اكلمه. النبي يا امي بلاش، انا اهون عليا افضل قاعد كده بتوجع وما اروحش للدكتور. لا ما تقلقش، الدكتور دوت انا بروح له من وانا عندي 10 سنين وهو ايده خفيفه وكويس وشاطر جدا. لا مش حكايه كده، هو انا اصلا بخاف من اي دكتور سنان، فحاجه تلقائيه كده يعني. ولا اجمد كده في ايه؟ الله انا لما كنت في سنك عمري ما كنت بخاف من حاجه ابدا والله. يعني مش فاكره زمان لما ابويا كتفك عشان كنت خايفه تاخدي حقنه البنج؟ ابوك اللي قال لك صح؟ ماشي يا حاج صبرك عليا. نحل مشكلتك بقى وتولع مشكلتي انا. اتصرفي مش قادر. بس خلاص يخلص، خليك مترزق هنا وانا هكلم دكتور سامح هخليه يجيب العده ويجي لك هنا. بالعده؟ هو جاي يهد حيطه ولا ايه؟ استرها علينا يا رب. السلام عليكم يا دكتور سامح. ايه خايف ولا ايه؟ لا اخاف ايه اللي انت بتقوله ده كفايه صوتك دوت كفيل ان هو يخليني اقعد 3 ايام ما انامش. دمك زي العسل. يلا تعالى اقعد هنا. يلا ما تتنحش. حاضر يا عم، انت بتخوفني ليه؟ في ايه؟ صحيح انت خلعت قبل كده ولا دي اول مره؟ اول مره. لا كنت خلع ضرس قبليه. انا شايفك كده متوتر وخايف. ما تخافش يالا، انت مع دكتور سامح، يعني في الخلع ما عنديش يما ارحمين. الله يطمنك يا دكتور. يا دكتور في ايه؟ اخرس يالا. حاضر. واضح كده ان انت عندك ضرس مسوس. سبحانه، انت عرفت ازاي؟ ياض عيب عليك لما تسألني سؤال زي ده انا دكتور سامح، يعني في الخلع بسرح في المسارح. طب والضرس ده يا دكتور هنعمل فيه ايه؟ هنخلعه طبعا يا باشا. يلا بسم الله. يا دكتور الكهرباء تمام مفيش فيها مشكله. لا اله الا الله. هو يا باشا هتفضل تهزر طول اليوم ولا ايه؟ انا مالي ومال الكهرباء، انا جاي اخلع لك ضرسك. تخلعه بايه لا مؤاخذه؟ مش فاهم يعني. بالكماشه اهي. لا انت فاهم الموضوع غلط يا دكتور. في كماشه عندكم مخصصه لخلع الضروس، انما انت بالكماشه دي كده ناقص لك ورقه صنفره وتاخد لي اسناني والشيل. يا باشا خليها على الله، هي موتة والله اكتر. انت هتعمل ايه؟ يلا بسم الله. ايه يا دكتور؟ واحد لا يا دكتور في ايه؟ ولا افتح بوق. افتح ايه يا ابن المجنون؟ يا امي الحقيني يا امي. محدش يتحرك من مكانه. بوليس. خير يا باشا، في حاجه ولا ايه؟ في واحد مجنون هرب من المستشفى النهارده، وبعد التحريات اكتشفنا انه موجود هنا، وطبعا لاننا ما نعرفش شكله ففي كلمه معينه بتتقال قدامه، لو اتقالت يظهر على حقيقته ويبان. وايه هي الكلمه دي يا باشا؟ احمص. اثبت مكانك يا مجنون، انا حاطط فيها خرز. اخيرا ظهرت على حقيقتك، اقبضوا عليك. وانت اجري يلا بسرعه، وانتوا ما تنسوش تعملوا لايك واشتراك في القناه. يلا سلام.